فتحت صالون تجميل ومحل مصنعات غذائية، ومن الطبخ بنفسها بقت تعمل ريفيوهات، وشطارتها في المطبخ أهلتها لده. لومي لوما غلبت الأكيل وبقت تعمل ريفيوهات للأكل البيتي وتقول رأيها بكل صراحة بدون مجاملات. عملت عزومة لصاحبتها في البيوتي سنتر وأبهرت الكل. فيا ترى هل لومي لوما هتسيب فيديوهات الطبخ وتتجه للريفيوهات وتشجع مشاريع الأكل البيتي بعد ما بقت سيدة أعمال؟ مفاجأة بتحضر لها مش هتتوقعها هتعمل إيه. لومي لوما علشان حريفة في الطبخ وفيديوهاتها أكبر دليل على وصفاتها اللي بتقول كده، مش بتاكل من أي حد وصعب يعجبها أكل أي حد، ذواقة يعني بمعنى الكلمة. لومي لوما كان عندها برد من يومين كده، وكانت موجودة في الفيلا بتاعتهم في الكينج وبتشارك الجمهور يومياتها ووصفاتها كمان. وبعدين راحت الشغل وكانت تعبانة هي وصاحبتها ياسمين وشركتها في صالون التجميل، كان عندهم ضغط شغل كتير زي ما هي قالت قبل كده. لومي حبت تكافئ ياسمين وتحقق لها أمنيتها، لأنها طلبت منها تعمل أكل في البيت وتجيبه معاها، وطلبت معاها ما تاكلش من بره اليوم ده. وبسبب تعب لومي ما قدرتش تعمل الأكل في البيت، وعلشان كده طلبت لها أكل بيتي من واحدة هي بتثق فيها جدا، ومش أي أكل، كانت وليمة وعزومة، محاشي وبط وملوخية وممبار وحمام. ياسمين ما قدرتش تستنى من الريحة الحلوة ونظافة الأكل اللي يفتح النفس، وشربت الملوخية من العلبة. أما بقى لومي تقمصت دور مراد أكرم الأكيل، وبقت تتذوق كل حاجة وتتكلم عنها وتقول رأيها، ولأنها بتفهم جدا في الأكل فعارفة البط وتتبيلته وسواه المظبوط، وأشادت جدا بطعمه ونظافته. حتى المحاشي بأنواعها قالت إن الخلطة مظبوطة جدا والرز مش معجن. لومي كمان قالت إن ست بيت أصلا، وكون إني أطلع وأشكر في أكل حد ده مش بالساهل. أما ياسمين قالت أنا سيدة أعمال والفترة الجاية هطلب كتير منها لأن الأكل كله تحفة. لكن المفاجأة إن في نهاية الفيديو لومي قالت إنها هتسيب أرقام التواصل، وده معناه إنه إعلان. حتى لو إعلان كل البلوجرز بيعملوا كده وماله، بس لومي حد ثقة وناس كتير بيثقوا في رأيها. لومي كمان ما بدأتش كيوتيوبر مرة واحدة هي وبناتها تقى وتمني، لا دي بدأت من الصفر. اسمها الحقيقي نهى، ومعروفة على السوشيال ميديا باسم لومي لوما. سنها حوالي 48 سنة، واتجوزت وسنها 19 سنة في بيت عيلة في اسكندرية. رغم إنها ست بيت، ولكن باللي عملته فهي ب100 راجل. من صغرها وهي اتربت على تحمل المسؤولية، واشتغلت شغلانات كتير جدا لحد ما بقت بلوجر ويوتيوبر مشهورة. لومي لوما أول ما اشتغلت كانت أدمن لجروب فتكات على الفيسبوك، وكانت بتشارك فيه نصايحها ووصفاتها مع الجمهور. وبعدها بقت مندوب مبيعات أونلاين لأشهر ماركة بلاستيكات وأدوات منزلية في العالم كله، وكانت عاملة جروب كبير لحد ما صاحبتها اقترحت عليها تعمل قناة على اليوتيوب بعد ما نجحت في جروب الشغل، وكان عندها ناس كتير وزباين، فده سهل عليها أكتر عدد المتابعين على قناة اليوتيوب. ومن هنا جت الفكرة، وفعلا بقت من أشهر اليوتيوبرز على الساحة. الكلام ده كان من حوالي 8 سنين. فتحت قناة على اليوتيوب قدمت فيها يومياتها مع عيلتها، وكمان روتينها اليومي ووصفات من مطبخها. في أول كام فيديو ما كانتش بتظهر بوشها، ولكن بعد كده بقت تظهر وتتكلم مع الجمهور وترد على أي استفسارات وتعمل تحديات مع جوزها وأولادها. وفي وقت قصير جدا بقى عندها بدل القناة 2. خلت قناتها الأولى للمحتوى، وعملت قناة تانية للطبخ وسمتها مطبخ لومي لوما. عدد متابعينها وصلوا لأكتر من 2 مليون متابع. جوزها بيغير عليها جدا، وده السبب في إنها غيرت اسمها من نهى للومي لوما. وأول ما ظهرت في 2016 قررت تظهر بس باسم سلمى مجدي، لحد ما اتشهرت فعملت قناتها على اليوتيوب باسم لومي لوما دلع على سلمى. رأيكم إيه في محتوى لومي لوما والتطور الكبير في شغلها وحياتها؟